زمان ما طليت عليكم من عمان. هالمرة طالعين مشوار لذيذ كتير كتير إن شاء الله. هذا المكان بحبه على فكرة، حتى أبو معداوي يقول حي الديار هذا بحبه، مش عارفة ليه. تاج مول هذا من أهم المولات عندنا، وشكلهم عم بيعملوا تجديدات فيه وصيانة وشيء كتير كبير، عم بيكبروا بوسعوا ما بعرف. وهذا الله أعلم مول جديد شكله كمان هيك looks like a mall، مش عارفة. المهم وين بدنا نروح؟ جولة على عمان. هذا اللي قدامكم شايفينه جسر عبدون، واحد من أهم الجسور عندنا وأجملها صراحة، وبالليل منظره كتير حلو. أول مشوار إلنا اليوم على الدوار الأول في جبل عمان. عمان فيها 8 دواوير، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن، وكل منطقة حوالين هذا الدوار هذا أو غيره أحلى من الثاني. فأول شيء اليوم حنروح على الدوار الأول شارع الرينبو. احنا على فكرة الشارع اللي ماشيين فيه هلا من أهم الشوارع كمان في عمان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انتركونتيننتال عمان، أظني هذا هو أول فندق 5 نجوم في عمان. اللي على اليمين هون مدارس الكلية العلمية الإسلامية، واحدة من أقدم مدارس عمان، وحسب معلوماتي إنه الملك حسين الله يرحمه ويغفر له درست فيها. مؤسسة عبد الحميد شومان مؤسسة ثقافية بيعملوا فيها إيفنتات ثقافية رائعة. الدوار الأول هون من أقدم مناطق عمان، وحقيقة كل إشي فيه حلو. في محلات بتبيع سوفينيرات، في مطاعم قديمة لذيذة زاكية. منقوش تصحنا وما عجبني الاسم. أيوة هاي إيش؟ إيش هذا بدي إياه؟ سينما الرينبو. هاي سينما الرينبو. هلا مسرح. طبعا تم تطوير المنطقة بطريقة كتير لذيذة ومرتبة، والتمشاية هون صبح ظهر مساء وقت ما بدكم، كل وقت فعلا فعلا حلو. في كتير مطاعم، في كتير قعدات، في كتير إطلالات كمان. بنصحكم تيجوا تزوروه، بس ما تيجوا بالويك اند كتير زحمة بيكون. استنوا في كم محل هون سوفينيرات، والله ان شاء الله هيك اذا الله يسرها اقدر اصور لكم محلات السوفينيرات لانه كتير حلو. وصلت على المكان اللي انا حابة ازوره، ميسا سبيسز. اهلا 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 اهلا. هلا حبيبي، كيفك انت؟ كتير حلوة، كتير مبسوطة اني لقيتك هون. كملي باقي نهار معي باذن واحد احد. خلص وين بدك تاخذيني؟ طيب ايه وين بدك تاخذيني؟ واحدة هلا مفاجآت شكلها. تمام اتفقنا. يلا. جايين وين؟ على ميسا سبيس. نشوف ايش في عندها. انا سمعت عنها كثير طبعا، بس هي اول مرة باجي هون. مرحبا اهلا ميسا، كيفك؟ هذا السبيس الحلو. لا حقيقة عن جد. بصير ادخل جوا؟ شوي فوتي، عم نصور كنا فيديوهات وعم ننشفها. يا عيني يعطيك العافية. هاي البندورة ما شاء الله، هلا بتاكلي منها. يا عيني عليك يا عيني. توميتوز عملنا فيها قلايات بندورة كمان. ما شاء الله. البندورة كثير طيبة، بس بيجي من الجنوب. هاي كأنها ايطاليان ستايل صح؟ هي بيف توميتوز اسمها، بس هون بسموها بندورة الصحراء. والله هون بسموها بندورة. الصوص هاي كتير زاكية. اسمعي هلا بس تقسميها، انا ورجيتهم. طلعي كيف بتشوفون شو اسمه، مليانه ما شاء الله. طلعي كيف ما فيها مي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني بندورة زي عارفين؟ بعد زمان. هلا رشينا ملح وهيك اكلنا. صحتين وعافية. تعالي يلا. يلا. أنا كنت سكان الإمارات وحاليا سكان عمان. زيي يعني. كمان أنت ميسا كنت هناك؟ 20 سنه انا. وأنا 23 سنة. هي أهلا وسهلا. طب خليني ميسا لحظة أفرجيهم إيش عندك حركات. أيوة هاد من بيت البوادي صح؟ زمان وأنا عندي نفس الأيديا. كل الاشياء بيسز ما بتلاقى زيها. وأنا الناس شايفة بيعملونها هيك، تعملهم وحده كمان صاحبتي بدبي رزن ارت مع هدول بيسز الواحد بياخذ هذا كله للبيع. والله خليل كيف حلو. هذول شمي ريحته زيتون ومختوم عليه ميسا محروق. هدول باخذوهم هدايا. عن جد ريحته حلوة. حتى هاي خلطات الشاي كلها تبعتنا، كلها لوكال هيربال ميكسز، يعني خلطات اعشاب محليه ومسميينهم حتى اسماء محليه. يعني هذا شاي جرش اللي هو زعتر اخضر بري،
قشور حمضيات من جرش. بتعرفيني انا ولا مره شفته هيك، دائما بشوفه ثم امبارح على الشجر اخذت كمان وحده شافت، هذا قبل ما يستوي كثير. هذا هي جديده كثير على فكره من هالشهر، ما شاء الله. بس قبل ما يحمر، لما يحمر بصير هيك، بعدين بتفركيه ما بلون ايدك، هيك معناته سماء اصلا. شفتي ما في لون. ما بتطلع احلاه البذر. ما احلاه. لانه لما بنشرب هاي البذره كيف لازم طعمه هلا؟ حامض. هلا بورجيكي هي. بهاي المرحله بيكون حامض. هلا انت عشان يضل فريش بتفرزيه. اما اللي بتركوه اغلب الاشياء بالمحل هدايا من يعني اصدقاء المحل. هاي ما شاء الله. جرافيك ديزاينر بالرياض، تعمل لوحات عن فلسطين. ما شاء الله. هذا الكتاب مصور بسلوات بالضفه. انا بعرف هذا الكتاب. بعرفه. في كثير اشياء اهداءات. انا كنت اشتغل بكليه الفنون على فكره، والتصميم في جامعه الشارقه. كان يعني كثير بحب الاشياء الارتستيك كثير صح. لا اجيد اعمل اي شيء منها. انا حاسه كاني قاعده في بيتك يا ميسة. عن جد. عطرة ايش هاي؟ هي العطره زي الارل جراي. شو الله. حطوها عند الهلبية مرة. فظيعه هاي، بس قويه تاعتنا بتجنن كثير هاي ماني تري. هاي اجتني هديه فسخه هالقد. زرعتها بالبيت، بعدين جبتها هون. طلعي كثير ناس بتفسخ وبتاخذ. ما شاء الله. هاي بسموها ماني. هاي الكومكوات طالع عليها. ما شاء الله. وانا رح اطلب ايس كريم. ايس كريم. ذوقكم البشو صحون وشوكوا معنا. يا عيني حناكل البندوره الطازه الطبيعيه الزاكيه. الصحون هدول. حنشرب فنجان قهوه عن ميسة غير شكل حقيقه، حتى المنظر بشهي ما شاء الله. الله يبارك لك يا ميسة. شو هاي؟ بوسة عربية بالمستكة. ايوه. مع حلاوة. ايوه. وفستق حلبي وقهوتك كمان تركش بالمستكة المطحونة. هلا انت شو عرفك اني بحب المستكة؟ هاي مش المعجون التركي. اها. هاي مستكة دقينها وبنغلي فيها القهوة. بتعرفي انه طلعت المستكة بتمي وطلعت كثير طيبة. سلم يعني ايديك مستكة وعينيك. حقيقية. هنا على ترينيتي ذا صاب هاوس، بيت الصابون. شادن ايش هاد؟ بس شوفي هلا امشي. يلا ندخل على بيت الصابون نشوف ايش في جوا. مرحبا يا صبايا. معقول شو الريحة فظيعة. احكي لي شادن لو سمحتي. هاي بيوتنا زمان هيك كانت. المقوس العالي، السقف العالي، طلع ما أحلاهم من الشبابيك. طبعا السقف العالي بيعطي جمال ووسع للبيت. وشوفي قديش ريحة الشمس بتفوته. الله. تعالوا نشوف ايش في هون. عندهم على فكرة فرع. هلا سمعت الصبية عم بتقول في فندق سيتي مول. فندق قصدي مول سيتي مول. وفندق عشتار كمبنسكي بالبحر الميت. لا مش طبيعي المكان، بجنن ما شاء الله. تخيلوا هذا المنتج 100% منتج أردني رائع صراحة. المكان أنا ما جربت ولا منتج له. أصلا أنا أول مرة أعرف المكان، ما كنت بعرفه بالفضل لله، ثم شادن هي اللي دلتني عليه. المنتج أردني، ناتشرال برودكتس، يعني منتجات طبيعية 100%. ما فيها SLS، ما فيها أي ألوان صناعية، كلها زيوت عطرية. ايش كمان قولوا لي؟ مفاجأة في الصابون وفي الشامبوهات والحركات كلها انها صناعة يدوية. متخيلين انتم؟ صناعة يدوية. في الأردن عنا اشي بياخذ العقل ما شاء الله. تقدروا تاخذوا هداياكم من هون وانتم مرتاحين ومبسوطين، وإشي صراحة بيبيض الوجه وكتير مرتب ما شاء الله يا شادن. البيوت زمان كان باب غرفة الضيوف من برا، عشان الضيف على طول من برا يفوت على غرفة الضيوف مباشرة بدون ما يضطر يفوت على أهل البيت. حلو. عرفتي؟ روعة. فهيك الباب على طول بدخل على غرفة الضيوف. أحلى شيء يكون معكم حد عم بيشوف بعين الجمال. فشادن كل شيء بتقولي شوفي ما أحلى هالمنظر، شوفي ما أحلى هالمنظر. لا مش هذا تناكر مي، هذا المنظر الحلو. جايبتني على بيت الرمان، صح اسمه هيك بيت الرمان؟ رمان كولكتيف. لا مش بيت الرمان. ها. لا رمان كولكتيف.
ايش بالعربي يعني؟ شو احكي للناس؟ رمان كلها رمان كولكتيف، خلص احفظوها هيك، رمان كولكتيف. كان لمين؟ كان لعارف العارف، اوكي. وهلا صار لرضا عطله. هي من الحفاظة. لا لا لا، هاي عايدة وهي عايدة. هلا كل اللي موجود هون هاند ميد تقريبا من 42 دولة. ما شاء الله، تجنن. هاي بيت ستي، اوكي. وهون كمان كله هاند ميد صح؟ يعني ما شاء الله في اشياء. أعمال كمان لذوي الاحتياجات الخاصة. وينهم؟ في جبل النظيف لهم مشروع اسمه شكل. شكل، يس. اوكي. كون من 22 شاف وشافة. ما شاء الله. مختلف الإعاقات. في هذا شغلهم، هذا شغلهم، ما شاء الله. وشغلهم الرمانات هدول. اما الرمانة مش معقول شو شكلها عن جد، كأنها حقيقية. سألت الصبية شو اسمك، بتقول لي وردة. هاي طلعت وردة عن جد الوردة. حبيبتي الله يسعدك. أواعي. في إشي من الهند، في إشي من الأردن، في إشي رمان نحن مصر، في كمان اسكربات من عاش الأسرة. طبعا انا هلا خلص ما بقدر احكي ولا شيء. وردة عم تشرح لنا اشياء عن جد عن جد شلونك بتجنن. طبعا الكلتشات كثير هدول من حلوة. عاش الأسرة هم الستات فلسطينيات موجودين بمخيمات لبنان. هذا شغلهم لهون. هون كرماز شميساني محلي. حلو. وهون وطن من لبنان. كمان هذا انجيري، هو سبيشال براند من الهند. اصلا من شفته من بعيد قلت هذا هندي. ما بيستخدموا لاي نوع قماش، هم اللي بيصنعوا الخيطان ها، وبتقعد تقريبا معهم القطعه من 4 شهور ل 5. كم سعره على هيك هذا؟ يعني هاد 585. 585 دينار، يعني 600 دينار تقريبا، تقريبا $800. هذا من السلك. بيور سلك. بس بجنن. اللي بيحبوا يعني يقتنوا الاشياء اللي نسميها هيك فنتك، يعني فظيع. هون هي مصر. وين مصر؟ انا مشتركاتي كثير معي من مصر، يا عيني عليكم يا اهل مصر. بتجنن، كثير حلوه. ايش هذا المصرة تضلها تطلعني دراج وتنزلني دراج؟ مو كثير. طيب اوكي. والله هو المكان كله مستاهل ما شاء الله. أنا بروح على شاطئ إزمير عشان أشوف هالوردة الجميلة، وهيها عنا بعمان تاخذ العائلة. على شاطئ بإزمير معروفة بهذا الورد. أيوة عن جد. بتلقى بجادر فاتن حمامة. بجنن. ايش ألقى المنظر خلاب. شوف الشبابيك نفس الفكرة. تذوق الفن عندك ما شاء الله، والفن المعماري كمان. برافو شادر، ما شاء الله عنك. ايش المنظر هذا الرائع. تعالوا نقعد برا ارجيكم عمان شو حلوه. كل مكان بروحه لازم اشرب فنجان قهوه. لا وهذا الفنجان بيلبق لديكورات بيتي. والله شكلي حنزل اروح اجيب لي واحد. لا عن جد عن جد حلو ما شاء الله. ايش لفت نظرك بالبلاط؟ اول اشي هذا بلاط ارض. لحظه بس طلع ده كرييتيف، عاملين طاوله بنفس الوقت بارد. احنا هلا شو لحظه البلاط بارد، فزمان لا كان في تكييف ويا دوب مراوح يستعملوا. صح. بس هذا البلاط بيعطي بروده بالصيف وشعور فظيع يا جماعه. انا عم بحط ايدي، فظيع الشعور. روعه كثير حلو. ما شاء الله. كثير حلو.
شوفوا شادن تمشيني بأزقة عمان وماخداني على ايش؟ وين شادن؟ مستاهل. شو اسم المكان؟ بيت شقير، وبعدين مكتوب بيت الناي. وهون ايش؟ اخذت درجة بعمان. قير فاين ارت جاليري، عندهم ورك شوبس. ايوه بدينا بالفن، بدينا بالحركات. عائلة شقير اللي هي اصلا اصحاب البيت. احنا عاملين لوحات ونص الرايع تبع اللوحات بيروح لماء لأهل غزة اللي عاملين بالأردن. ف 50% من الرايع. اللوحات 4 فنانات اشتغلنا. اشي روعة روعة، يعطيكم العافية. انتوا كمان عم بتصوروا؟ الله يعطيكم العافية. كيف طلع الحيط قد ايه سميك؟ روعة روعة يا شادن. فبيعطي دفى بالصيف، بالشتاء قصدك؟ بيعطي دفى بالشتاء وبيعطي برودة بالصيف. طلع الحيط قد ايه روعة سميك؟ روعة ما شاء الله. خليل شقير كان عايش بالشام بمنطقة اسمها الميدان. بيته كان تجمع للأشخاص ضد الاحتلال الفرنسي. فالفرنسيين يعني كان بيته كان تجمع للثوار ضد الاحتلال الفرنسي. فالفرنسيين بعدها حرقوا له بيته، فلجأ لعمان عام 1927 وبنى هذا البيت. بعدين شو صار؟ هدول أولاد خليل شقير. آخر شخص توفى كان وداد شقير تقريبا 8 شهور 9 شهور. أمين شقير كان سياسي وفي حزب البعث وصاحب مستودع أدوية بيت شقير. طبعا شادن كل شيء تقول لي شوفي البلاط شوفي البلاط شوفي البلاط، لانه قديم كثير، البيت عمره اكثر من 100 سنه ما شاء الله لا قوه الا بالله. شيء بياخذ العقل، او مش اكثر، 99 سنه صاروا. سامعه صوت مي، لحظه. واو 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 ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا هالمكان يا تخيل هذا الجمال كله بدينار، تدفعوا دينار عشان تدخلوا. ايش بياخذ العقل؟ كلها بتفتح هون. مش معقول، بجنن 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 بجنن. مش قادرة أقاوم الجمال، اعذروني. أخليكم تسمعوا صوت المي، رائع حقيقة. المكان بجنن ويستحق الزيارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هاي شكلها لما بيصير عندهم جادرينج أو إشي، صح؟ ولا كافيه هون يا أحمد؟ لحظة أفرجيكم المنظر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. منظر روعة، عمان القديمة بتاخذ العقل. حسيت حالي رح أبكي من كثر الجمال. الحمد لله. وهيك انهينا مشوارنا لليوم، لفة جبل عمان في عمان الأردن. شادن شكرا، يسلم ايديك حبيبتي اهلا وسهلا. اهلا بك يا قمر، يسعدك ربي. بدي اخذك على البلد على طريقتي. طيب خلص، شفتوا بسلم حالي لها ولا بفتح تمي ولا بحكي ولا كلمه. بس كيف النتيجه اليوم؟ خطيره رائعه عن جد. مستاهله. طلعت الدرج مستاهله عن جد حلو. ويا جماعه كل الاماكن اللي رحناها اليوم كل مكان اجمل واحلى من الثاني. تعالوا واستمتعوا، سواء انتم اهل البلد او ضيوفنا الاعزاء.